السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا معانا برضو فيديو جديد. أنا يعني كنت حابب أكلم فيه إخواتنا الصناعية، سواء كانوا مبلطين أو رخام أو أي حد بيستخدم المسطرينات. الفرق ما بين المسطرين الصيني اللي احنا اتضحك علينا فيه وفجأة لقينا معظم الصناعيين المبتدئين بتلاقيهم شغالين بيه، واللي هو الإيطالي زي ده كده، واللي هو السلوفاني. يعني ده كنت جايبه انا تقريبا من سنه او من سنه ونص. طبعا التاكل زي ما احنا شايفين الفرق، طبعا بيبان الفرق بتاعه في السحبه اللي هي من قدام ان هو مستوي. لكن اللي هو المسطرين اللي هو الصيني بيبقى الصلب بتاعه ناشف وتقيل في ايد ده بيشتغل بيه في المونه بس. يعني ده لما نزل في يوم من الايام كان بينزل ب 6 جنيه، كان العمال اللي بتشتغل بيه في المونه. ده اللي هو الايطالي كان بيوصل ثمنه وقت الرخص، ايام ما كانت الدنيا رخيصه كان بيوصل 40 جنيه. النهارده الايطالي بيوصل يعني بيبتدي سعره من 130 جنيه. طبعا فرق شاسع من مسطرين ب 20 جنيه. في ناس كده هتستغرب، ومسطرين تاني ب 130، واحيانا السلوفاني بيوصل ل 160 جنيه كمان ل 20 سم. وطبعا الفرق جامد جدا في الخفيه. تلاقي المسطرين خفيف في ايدك، وتقدر ان انت وانت شغال في سيراميك او حاجه تقدر تسحب اللحام بتاعك. انما الصين بيبقى تخين، كانك ماسك زلطه على الحيط وعمال تدب بيها، لا حول ولا رب. بتبقى مشكله بالنسبه للصناعي، كانك ماسك زلطه وبتدق بيها على الحيطه، فديت بتبقى بتسبب يعني عطله في الشغل، وما بتديكش الشغل اللي هو المظبوط. مستحيل لما تيجي تشتغل بيها وتسحب اللحام بتاعك، عمرها ما هتديك الشغل بتاع اللي هو المسلوب، اللي هو بتلاقي سنه رفيع زي ده كده اهو. بص التخانه هنا عامله ازاي. طبعا ده التاكل، يعتبر ده كده خلاص، ده كده ممكن يشتغل بيه واحد بنا. ما ينفعش في واحد بتاع سيراميك مثلا او بتاع رخام يقدر يشتغل فيه، فتضطر تجيب اللي هو الكبير ده. ويستحسن ان انت تجيبه من غير ما يكون مقصوص، يعني انت تقصه على ايدك يا دوبك تشيل الطرف اللي هو عشان تعرف تلف بيه جوه القصعه. الحاجات لانه بيتاكل بسرعه، لان الصلب بيتاكل بسرعه في المونه دي بيتمسح. نشوف الفرق هنا. ده في يوم من الايام كان قد ده بالظبط، ده يشتغل. بس لو انت شغال في بلاطه كبيره مثلا ده بيبقى احسن في شغلها. معاك بلاطه مثلا على الحيطه مثلا 75 سم مثلا في 25، تعرف تعبي بيه البلاطه اسرع لانه ده كبير. ده بيبقى اكبر من اللي هو اللي اتاكل ده. فانا لو جبته مدور مش هيروح معايا بسرعه. يعني لو جبته جاهز هيروح معايا ايه بسرعه. وطبعا قبل ما ببدا بيه شغل لازم انزله فتره في المونه، بحيث ان هو يستوي من كتر الشغل في المونه مع العامل. يعني ينزل صندوق المونه يشتغل بيه فتره قيمه 15 يوم ولا حاجه. قبل ما بعمل الحركه دي ينزل مع العامل لمده 15 يوم يشتغل بيه في المونه، بحيث ان هو يخليه يستوي من قدام، السلبه دي تقل. ما اجيبش صاروخ انا واقعد انحت فيه او الكلام ده كله. هو مع الوقت بتلاقي الحته دي نعمت. هو اصلا بيجي رفيع اساسا وتلاقيه خفيف في ايدك. بس قبل ما انزله المونه عشان برضك ما ابوظش المقبض بتاعه واخسره، بجيب الشكرتون وبلفه على اليد بتاعته فتره ما هو هيبقى موجود في في المونه زي ما احنا شايفين اهو، عشان اقدر احافظ على اليد بتاعتي من الميه. لان مسكه العامل معايا مش هتبقى زي مسكتي انا وانا شغال. واقفل على الحديده بتاعته طبعا من قدام زي ما احنا شايفين اهو، زي ما احنا شايفين بالظبط اهو كده. بقى معايا المسطرين بتاعي انا كده حميته بعد فتره السوا بتاعه في المونه. يعني يبقى العامل هو اللي يشتغل بيه، يقلب بيه المونه، ينول بيه المونه، يبقى موجود في الصندوق بتاع المونه لمده مش اقل من 15 يوم مثلا او اسبوع. من اسبوع ل 15 يوم لحد ما السلاح ده يستوي معاك، بحيث انت لما تيجي تخش في السيراميك تسلب لحام او تنظف مكان المونه عشان تدي السليبه بتاعتك مظبوطه، يبقى انت معاك مسطرين مستوي وكويس. ويستحسن زي ما احنا قلنا في اول الفيديو ان احنا ما نجيبوش جاهز. عايز تجيبه جاهز برضك براحتك، لكن انت لما تيجي تقص وتعمله على مزاجك بالصاروخ. وده هوريه لكم في فيديو تاني وانا شغال فيه بعلم بالقلم الفلوماستر العلم اللي انا عايزه من تحت، بحيث ان هو يقدر يلف في القصعه في نفس الوقت ما اخسرش منه كميه كبيره من المعدن بتاعه اللي بتبقى جايه في الجاهز. تمام. وده هيريحك جديد جدا كتير جدا. اللي هو المسطرين اللي هو الايطالي ده تقريبا استيراد. انا لفيت عليه البتاع عبد القادر حاجه زي كده، ما علينا يعني. وده ثمنه تقريبا يعني عامل 140 جنيه حاجه زي كده. هيفيدكم كتير في شغلكم عن المسطرين الصيني. المسطرين الصيني يا جماعه ما ينفعش في شغلك انك بتدق بطوبه على الحيطه. ببقى سامع الصنايعي حول ولا قوه الا بالله بيدق في زلطه شغاله على الحيطه. ويستحسن لما تيجي تشتغل في اي شغل تدق بظهر المسطرين، ما تدقش
بسن المسطرين. يعني في ناس كتير اختلفت في الموضوع ده، لكن في احيانا بتبقى في اماكن مزنوقه مثلا انت شغال فيها، فبتضطر تشتغل ايه بسن الضفره. يستحسن ما تكونش البلاطه معرضه للخربشه، ما تكونش البلاطه بيضه. احاول اجي على نفسي شويه وادق بظهر المسطرين، وما اجيش في حته يكون فيها في وش مثلا في مرايه شغل او دخلة حمام او دخلة مطبخ في وش، واروح منقر مبوظ الحيط. انا اعمل شغل كله بحيث ما يبقاش فيه اي عيوب ظاهره فيه من اي اتجاه. وده يستحسن في شغل السيراميك الايطالي او السلوفاني. وكان في زمان حاجه اسمها الايطالي الهلب، الناس القديمه هي كانت فاكراه الايطالي الهلب ده. طبعا احنا اتسرقنا في الفتره اللي فاتت دي في البضائع الصين، وناس كتيره طبعا راحت للاتجاه الحاجه الرخيصه، فطبعا الحاجه الرخيصه بتعطل في شغلك وما بيطلعش شغل مظبوط، ما بيطلعلكش الشغل المظبوط. فيستحسن انت تشتغل بالعده الاصليه. تيجي على نفسك شويه هتريحك، صدقني هتريحك، وهتحس بفرق شاسع جدا ما بين مسكه المسطرين الصيني ومسكه المسطرين الايطالي او السلوفاني في الخفيه وفي الشغل بتاعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو طبعا لو عجبكم الفيديو، يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل برضك المعلومات لاكتر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.